السلام عليكم أزول في اللاون معكم قناة الطبخ والتجميل مع ناصرة. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. فيديو تاع نهار اليوم راح ندير لكم فيه كارانتيتا تجي بقوام كريمي وبزاف بنينة أيضا. إذا إن شاء الله راح تنال إعجابكم. إذا قبل ما نروحوا لهذه الوصفة أولا أدعوكم للاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا إن لم تشتركوا من قبل، كذلك تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد من وصفاتي، وأيضا ما تنسونيش بالجيم للفيديو إذا أعجبكم الفيديو والبرتاج مع الأصدقاء لكي تعم الفائدة. نروح الآن لفيديو تاع نهار اليوم كما تشوفوا هنا في الصورة. إذن كما قلت لكم مع الأول راح نديرو غارانتيكا بقوام كريمي تجي كي الفرماج. شوفوا هنايا كيفاش يبان قوامها، وأيضا تجي بزاف بنينة. إذا إن شاء الله راح تنال إعجابكم. إذا نروح الآن لطريقة التحضير والمقادير. إذا هنا في وعاء حطيت كيلة تاع فرينة الحمص. إذا بنفس هذه الكيلة راح نكيلو أيضا 3 كيلات تاع الماء. إذا كيلة تاع فرينة الحمص و3 كيلات تاع الماء. نحط نص مغرف كبيرة تاع الملح، نضيف حبة تاع البيض تكون في حرارة الغرفة. إذا راح نخلط كل شيء بالفوي ولا بالمضرب اليدوي، خلطوا جيدا حتى تنسجم كامل المكونات ويتشكل خليط رغوي كما تشوفوا هنا في الصورة. إذا بعد ما خلطت جيدا كامل المقادير، إذا راح نضيف ربع كاس تاع الزيت. إذا نخلط جيدا أيضا. إذا راح نوجد البلا تاعي راح ندهنه بالزيت، ثم نفرغ الخليط تاعي فيه كما تشوفوا هنا في الصورة. إذا والفرن شعلته من الفوق فقط، إذا ما تشعلوش الفرن من التحت، شعلوا الفرن من الفوق فقط. إذا راح ندخل الصينية تاعي للفرن. إذا شعلوا الفرن تاعكم إلى أقصى درجة ولا أعلى درجة من الفوق، ثم كي تحمر من الفوق راح تشعلوا من التحت. إذا هاي لك الجارانتيتا تاعي بعد ما دخلتها في الفرن. إذا هذه هي الطريقة الصحيحة باش تطيب لكم الجارانتيتا تاعكم جيدا، وأيضا راح تخرج بهذا اللون، وأيضا ما تلصقش في القاع الصينية كما تشوفوا هنا في الصورة. كي تجوا تنحوها فاسيلمون بكل سهولة. إذا شوفوا هنا، هاي شوفوا الجارانتيتا ما تلصقتش في الصينية. إذا نجيبي قوام كريمي وبزاف بنينة. صدقوني جربوا هذه الوصفة وردوا لي الخبر في التعليق. إذا نجي روعة وما تديرش أيضا طبقة يبسة من التحت. إذا هنا وجدت الساندويتش تاعي. إذا راح نحط له شوية تاع هريسة. إذا هنا اختياري، اللي يحب يحط الهريسة يحط، اللي ما يحبش ما يديرش. تقدروا أيضا تحطوا شوية تاع فروماج اللي يحب يدير فروماج. ثم نحط الجارانتيتا تاعي بهذا الشكل في الساندويتش. وبالنسبة للكمون تقدروا تحطوا فقط رشة من الكمون في الساندويتش. إذا ما نحطوش مع الأول كي نديروا الوصفة. إذا هنا راح تعطيها مرورية كي تحط الكمون في الجارانتيتا مع الأول، يعني كي توجدوا الوصفة. إذا يفضل تحطوه في الأخير كي تطيب الوصفة ولا كي تطيب الجارانتيتا. حطوا رشة في الخبز تاعكم بهذه الطريقة كما تشوفوا هنا. حطيت رشة من الكمون. إذا صدقوني يجي بزاف بنينة. إذا نتمنى إن شاء الله تجربوا هذه الوصفة وتحطونا آراءكم في التعليقات.
اذا نشوفوا في قاع الصينيه ما تلصقتش كامل الكارانتي تاع، شفتوا كيفاش نحيتها فاسيلمون. وايضا قوامها يجي مثل الفرماج، تجي بزاف بنينه. اذا ما عليكم غير تجربوا الوصفه وتحطونا ارائكم في التعليقات. اذا نشوفوا هنايا كيفاش تبان بقوام كريمي وبزاف بنينه ايضا. اذا نشوفوا اذا فوالا اخواتي المشاهدين، نأتي الآن إلى نهاية هذا الفيديو. إذا نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.